السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله وفي احسن الاحوال. معكم فاطمه الزهراء من وصفات ام يحيى وعليا. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد ديال واحد العصير اللي كيجي مزيج بين فواكه والخيار. واحد العصير اللي كيجي في المذاق رائع وواحد اللون فيه ما شاء الله. ونخليكم مع الفيديو. بسم الله توكلت على الله. هنا عندي واحد الخياره، هانتوما عندي تفاحه كبيره، عندي ليمونه حامضه، وعندي جوج ديال الحبات د لافوكا صغار. نتوما الا عندكم حبه كبيره د لافوكا غادي تكتفيو غير بوحده. انا حيت عندي لافوكا صغيره درت جوج ديال لافوكات. هنا غادي ندوز باش غادي نقشر الخيار. غادي تنقيو هاد الخياره مزيان، حيدوا لها دوك القشور ديالها، وغادي نقطعها مربعات. غادي ناخذ هاد الليمونه حامضه من بعد ما غسلتها مزيان ونشفتها، قطعتها دوائر اللي رقاق بزاف، وحيدت ليها دوك العظام دوك البذور ديالها. كنهزها هكا ديك الدائره مع الضو حتى كنشوف بان ما كاينش العظام كاع باش ما يمرروش لينا هاد العصير. عندي تفاحه كبيره، ولا الا عندكم تفاح صغير ديروا جوج تفاحات صغار. صافي قشرتها وغادي نقطعها حتى هي مربعات. وقشرت دوك لافوكات وقطعتهم هكا هكا على النص. صافي خديت الكاس ديال الخلاط كهربائي، غادي ندير فيه نصف الكميه ديال التفاح، نصف الكميه ديال الخيار، نصف الكميه ديال الليمون الحامض، وغادي ندير فيه واحد الحبه ديال الافوكا. غادي ندير السكر سنيده على حسب الذوق، كل واحد يدير السكر على حسب هو كي تيبغي الحلاوه تكون. عندي هنا يطرو ديال الماء، غادي ندير تقريبا نصف لتر ديال الماء، وغادي نطحن هاد العصير ديالي. غادي نطحنو مزيان وغادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفي فيها هاد العصير، لان ضروري كيبقاو دوك القشور ديال الحامض واخا يكون الخلاط الكهربائي مزيان كيطحن مزيان، ضروري كيبقاو دوك القشور ديال الليمون الحامض. غادي نصفيه مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا، كما قلت لكم راه تطحن مزيان ولكن بقاو دوك القشور ديال الحامض. صافي غادي ناخذ باقي المكونات ديال الخيار ديال الحامض وديال التفاح وديال الافوكا. غادي نضيف داك نص سيطرو ديال الماء اللي بقى، ولكن انا مازال غادي نزيد واحد 4 لتر اللي هي ربعه ديال الماء. وهنا غادي ندير السكر اللي بقى عندي. صافي طحنت العصير، راني كما قلت لكم راني ضفت ليه واحد 4 لتر ديال الماء، لان ما كنبغيش العصير يكون ثقيل، كنبغي العصير يكون خفيف. وانتم تحكموا في القوام ديال العصير كما بغيتوه، اما تزيدوا داك 4 لتر ديال الماء ولا تخليو غير داك يطرو يجيكم العصير شويه ثقيل. صافي هنا صفيتو مزيان كما قلت لكم. هانتوما دوك القشور ديال الحامض راهم كيبقاو، وهذا هو العصير. شوفوا القوام ديالو كيجا، شوفوا على لون فيه كيجي رائع، كيجي رائع، واحد اللون واحد المذاق ما نعاود لكمش عليه. صافي هنا خديت الكاس اللي غادي ندير فيه العصير. شوفوا القوام ديالو، انا راه هنا درتو خفيف. وصافي خديت كيسان هكا اللي غادي نفرغ فيهم هاد العصير. كيعطي واحد الكميه لا باس بها ديال العصير، تيعطي كميه كبيره. صافي هنايا غادي ناخذ شرائح ديال الليمون الحامض اللي غادي نزين بهم دوك الكيسان. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالي. كما قلت لكم كيجي بواحد المذاق اللي رائع كيستحق التجربه، كيجي زوين بزاف، كيجي منعش مع الفطور. شي حاجه هكا مختلفه على لافوكا اللي كنديرو مع الحليب. هاد المره طحنتها مع الليمون الحامض، ضفت عليه هذاك الخيار وداك التفاح. كنتمنى انه يعجبكم هذا العصير وتجربوه. وكنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.